عمرك سألت نفسك ليه السما بالليل سودا رغم إنها مليانة مليارات النجوم؟ والنجوم دي بتنور بضوء أقوى من الشمس في بعض الأحيان، ومع كده لما بنيجي نبص للسما بالليل بنلاقيها سودا والنجوم مجرد نقط صغيرة بتنور هنا وهناك. يمكن السؤال يبدو بسيط، لكن الحقيقة إن العلماء اعتبروه واحدة من أعقد الألغاز الكونية، واللي اتعرف بعد كده باسم مفارقة أولبرز أو أولبرز بارادوكس. واتسمت مفارقة أولبرز لأن في القرن التسعتاشر العالم الألماني هنريك أولبرز وضح المشكلة بشكل واضح، ومن هنا الموضوع اتسمى باسمه. فكرة أولبرز بدأت من منطق بديهي جدا: لو الكون فعلا لا نهائي والنجوم موزعة فيه بالتساوي، إذا المفروض أي خط مستقيم هترسمه في السماء هيقابل نجم في الآخر، وبالتالي المفروض إن السماء تبقى منورة كأنها نهار. لكن اللي بيحصل عكس كده تماما. العلماء شرحوا اللغز ده بأكثر من تفسير. أول تفسير كان بيقول إن عمر الكون محدود مش أبدي، عمره حوالي 13.8 مليار سنة، وده معناه إن الضوء اللي جاي من أبعد النجوم لو احتاج وقت أطول من عمر الكون نفسه مش هيكون لحق يوصل لينا. وبما إن سرعة الضوء محدودة حوالي 300 ألف كيلو متر في الثانية، فاحنا فعليا مش بنشوف الكون كله، احنا بنشوف جزء منه بس، واللي العلماء بيسموه الكون المرئي أو ال Observable Universe. وده الجزء اللي ضوءه لحق يوصل للأرض من وقت بداية الكون لحد دلوقتي. وكمان لازم نفتكر إن النجوم نفسها ليها عمر محدود، بتتولد وبتعيش وبتنتهي، فمش كل النجوم اللي ممكن تملى الكون بالضوء موجودة في نفس اللحظة. أما التفسير التاني فده بيقول إن الكون في حالة تمدد مستمر من وقت الانفجار العظيم، ومع تمدد الفضاء الموجات الضوئية اللي خارجة من النجوم البعيدة بتمتد معاها، واللي كان ضوء مرئي بيتحول تدريجيا لأشعة تحت حمراء أو حتى موجات مايكروويف، وده اللي بيسموه الانزياح نحو الأحمر أو الريد شيفت. الضوء ده بيكون ضعيف جدا ومش مرئي لعين الإنسان، وبالتالي ما يساهمش إن السماء تبقى منورة أصلا. وده نفس السبب اللي خلانا نكتشف الخلفية الكونية الميكروويفية أو الكوزميك مايكروويف باك جراوند، اللي هي بقايا أقدم ضوء في الكون. احنا مش بنشوفه بالعين، لكن التلسكوبات سجلته في كل اتجاه. والاكتشاف ده في الستينات أكد إن الظلام اللي حوالينا مش مجرد فراغ، لكنه مليان إشعاع قديم جدا بيدل على إن الكون له بداية. وبالمناسبة التمدد الكوني ده مش مجرد نظرية علمية، لكنه حقيقة أشار ليها القرآن من أكثر من 14 قرن في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أما التفسير الثالث فده بيقول إن في الكون غبار كوني وسحب غازية ضخمة بتمتص وتبعثر جزء من الضوء اللي خارج من النجوم، وده صحيح لكنه مش كافي لوحده، لأن لو الكون أزلي وثابت فعلا، الغبار نفسه مع مرور الوقت كان هيسخن ويتوهج، وبالتالي في الآخر برضو السماء هتبقى مضيئة. وعلشان كده بيرجع العلماء دايما للتفسيرين الأساسيين اللي بيقولوا إن الكون عمره محدود وإنه بيتمدد. ومن زاوية أبسط الشمس بتوضح الفكرة. الشمس القريبة جدا لينا بتغطي على أي ضوء تاني فنشوف النهار منور، لكن بالليل لما الأرض تلف بوشها بعيد عن الشمس ما بيبقاش في مصدر ضوء قوي كفاية يخلينا نشوف الليل منور بالكامل. والنجوم اللي باينة لينا رغم إنها كتير جدا إلا إنها بعيد قوي، والضوء اللي واصل منها ضعيف جدا بالنسبة لحجم المسافات. فالليل بيبان ضلمة مش لأن النجوم مش موجودة، لكن لأن فيزيائية الكون وظروفه بتخلي الضوء اللي يوصل لنا محدود جدا. يعني لو الكون كان أزلي وثابت ومليان نجوم في كل اتجاه من غير تمدد، ساعتها كان الليل هيبقى منور بالكامل. لكن لأن الكون له بداية ولسه بيكبر والضوء له سرعة محدودة، هتفضل السماء بالليل مظلمة والنجوم عبارة عن نقط صغيرة مضيئة وسط محيط من العتمة. وبس كده خلصنا فيديو النهاردة. كالعادة قبل ما ننهي أي فيديو ما ننساش إخواتنا في غزة في 3 حاجات: قاطع، اتكلم وانشر عنهم، وادعي لهم ربنا ينصرهم ويعزهم هما وكل إخواتنا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. ربنا ينصرهم ويعزهم ويمكنهم عن قريب بإذن الله. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده، باي باي.